زي اي حاجه تانية عادي، ممكن تجيبي حد شهر يعلمك. تفتكري ايه غلطات تانية ممكن تكون الستات بتعملها تخليهم ما بيكملوش الرياضة او مش عارفين يبدأوا منين؟ too much too soon، بعمل حاجه فجاه كتير زي ما انتي بتقولي، انا ما بتحركش خالص، اروح كلاس فتنس، اروح كلاس كروسفيت، تاني يوم عندك على حسب شخصيتك، تاني يوم يا اما هتحسي انا يعني سور قوي ومعضله وكل حاجه وجعاني ومش عارفه ايه، فمش هروح تاني، او ايه الاحساس الحلو ده، انا بجد يعني اشتغلت جامد قوي، عايزه اروح اشتغل اكتر. يعني في ناس بتحب دايما تتمرن ان هي تموت نفسها على حسب انت وشخصيتك يعني. فدي اكتر حاجه، ان الواحد بيعمل too much too soon، حاجه هم مش قادرين يعملوها بس بيعملوها بطريقه جامده جدا بسرعه جدا، بيختاروا الحاجه الغلط ليهم، بيختاروا يتعلموا، بالذات لما تيجي ان انت بتشيلي اوزان من غير الجايدنس او ان يبقى معاكي مدرب او مدربه يعلموكي ازاي تشيلي، لان دي فيها اصابه. الناس دايما بتحس عشان احنا بقى في الجيم وكلنا بنعمل جيم وفي حاجات على اليوتيوب وانا هظبط مع نفسي وانا هعلم نفسي، حلو قوي. في ناس بتعرف تعلم نفسها اكيد، بالذات الناس اللي كانت رياضيه، هم عامه ناتشرال في طريقه الحركه، بيعرفوا يتحركوا باسلوب صح، طبيعتهم كده. بس في ناس ما بتعرفش، فبيروحوا يحاولوا يعملوا حاجه بنفسهم بس وبيصابوا. الاصابه هي اكتر حاجه طبعا بتقعد ناس في البيت، لان انت خلاص بقى ما انا عملت التمرينه غلط. فدي غلطه، هي غلطه على فكره. يعني الناس ما بتفكرش فيها، الناس بتحس ان انا هجيب بقى بي تي وبرايفت وادفع واعمل زي اي حاجه تانية عادي. ممكن تجيبي حد شهر يعلمك بيسكس، او تاكدي ان انت تعملي تمرين صح بالزبط. وكل كله عشان ما تضريش في نفسك بالظبط. فدي برضو من ضمن الغلطات اللي الستات كتير قوي بتعملها.